السلام عليكم. سياسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لما طلع بيقول تمليك للأجانب ومش للأجانب، وده انفتاح وعملة صعبة والكلام ده كله، واستشهدت بدول عربية بيستثمروا في العقارات في بلدانهم. هو مبدئيا الدول العربية اللي استثمرت العقارات في بلدانهم هويتهم راحت، ولما استثمروا عقارات في بلدهم وهويتهم راحت، دول عشان عدد شعبهم قليل وعايزين يعمروا بلدهم لأن عدد بلدهم صغيرة، ومش هنسمي أسامي حد. احنا عندنا تكدس سكاني وكل يوم بنعمل مدن وتوسعات وحاجات كده، وانت مش محتاج تعمر بلدك بناس مش أصحاب البلد أصلا. يعني احنا لما السودانيين جم مصر والسوريين رفعوا علينا الإيجارات العادية بتاعتنا، وانت لسه هتجيب أجانب من بره يتملكوا عقارات في مصر ازاي؟ طب أسعارها هتعلى بزيادة أكتر 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 أكتر، فاللي هيشتري هو اللي هيبقى معاه فلوس. وفي حاجة كمان، هو أنا بلدي مش أي بلد حواليك ولا أي بلد حوالينا، احنا لينا طبيعة خاصة، وفي دول كتير ليها مطامح في مصر بشكل غير طبيعي، وبيحاربونا بشتى الطرق في ال15 وال14 سنة اللي فاتوا من ساعة الثورة، وانتوا عارفين كده كويس. فانت بتملك ايه؟ وانت انا ما بحبش حد. انتوا لما بتيجوا تاخدوا قرار بتاخدوه على اساس ايه؟ على اساس مجلس الشعب اللي انعقد في جلسة عشان يرفعوا علينا سعر البيض؟ فين الاستثمار العقاري اللي هيدر عليك دولارات وملايين والكلام ده كله؟ طب ما لازم التمليك، لو التمليك مش هينفع، البلد هتقع لو انتوا ما ملكتوش للأجانب. طب وانت لما بتملك للأجانب بقى وبتعملوا أبحاثكوا بقى ويدفع مثلا 100,000 دولار تأمين ومش عارفة ايه ومش عارفة ايه، طب ما هم هيجوا يغرقوا لك البلد تريليونات الدولارات ويتملكوا في بلدك يتملكوا في بلدك يتملكوا في بلدك. طب احنا هنروح فين؟ طب هم لما يشتروا بالملايين، ما انت كده رفعت عليا السعر. لو عندي امل في التمليك مش هياخد، لان انت عندك اللي بيدفع لك ضعف ضعف اللي بياخده. نفس الحاجة البسيطة والحركة اللي اتعملت في موضوع الايجار لينا مع السوريين والسودانيين، انتوا بتعملوها بشكل اوسع ونطاق اعلى. يعني انا مش فاهمة حاجة بصراحة. ولما بتيجي تاخدوا قرار في ان كنتوا تعملوا تمليك العقارات في مصر، بتاخدوها على اساس ايه؟ على اساس بتوع مجلس الشعب والشورى وافقوا يعني؟ طب مش تعمل استفتاء طيب اذا كنت وافق ولا موافقش؟ طب انا شخصيا مش موافقه حضرتك، انا ضد تمليك الاجانب لمصر. ما تقوليش بقى شركات استثمار والاستثمار بيتطور، ما تطوروا الاستثمار بعيد على ان الاجانب تتملك. ما انا قلت لحضرتك الدولة اللي انت بتستشهد بيها اللي بتملك للاجانب هويتها راحت. طب ما الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مانع التمليك وشراء الأراضي في سيناء، قال لك دي منطقة حدودية، ابعد شوية، اخرج عن سيناء اخرج عن سيناء اخرج عن سيناء، انت هتملك بعيد عن سيناء. ما هي سيناء زي مصر جوه، سيناء زي اي حتة ارض جوه في مصر. انتوا ما رضيتوش تملكوا عشان على الحدود الامنية يعني؟ وانت لما بتملك جوه مصر انت كده مأمن يعني؟ انت مأمن؟ طب انت لما بتبيع لواحد، الواحد ده هيروح يبيع البيت ده لليهود مرة في مرة في مرة والموضوع توسع. طب ما انت هيبقى عندك يهود في مصر، وبتقول لي انت بتاخد وحدة او بتبني او سوري او بتبقى او بتملك بتاع. طب ما هو ليه جزء من الارض؟ طب ما هو هياخد العمارة كلها كاملة من اولها لاخرها، العمارة دي بتاعته، ويشتري الشارع كله يبقى بتاعه، وانا كمصرية اتمنع من الدخول الشارع دوت. حضرتك انا بياخدوا دلوقتي اماكن في مصر الجديدة، الحي بيحجزها للعربيات مقابل فلوس، مع ان الشارع ده ملكية عامة، التلات ارباعهم سوريين. ممنوع انا اركن عربيتي في المكان دوت، وما ينفعش امشي في المكان دوت، لان السوري خدها بشكل رسمي من الحي، خد المكان جزء حتة من الشارع كده ممنوع امشي فيه وممنوع اركن عربيتي، لان هو خدها وحط فيها جنزير. انا لا اروح اركن مطرحه ولا اروح اقف عنده، هو خدها بشكل رسمي من الحي عشان هو عنده بطاقه ضريبيه ومعرفش محل ايه. انا مش فاهم انتوا بتعملوا كده ليه؟ طب ما احنا كنا بنحارب ليه اصلا؟ هو ده احتلال بطريق غير مباشر يعني، انك تملك 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 تملك. طب ما انت بترفع السعر، فلوسهم جايه من الحرام، فلوسهم جايه من اي مصيبه تاخدهم. انا هجيب فلوس
فين عشان اسكن زيه او اتملك زيه؟ ما انت بتعلي عليا. هو فلوسه كتيره، فلوسه كتيره وانت مش عارف جايبها منين. فلوسه كتيره وجاي يشتري وانت مش عارف هدفه ايه، لمجرد ان انت عايز تعمل لي استثمار عقاري في مصر من قله شعبها. من قله شعبها. كل يوم بنعمل مدن جديده عشان الناس تسكن وعشان عددنا كتير، وانتوا رايحين كمان تجيبوا لنا ناس من بره على حس الاستثمار العقاري حق الجديد. لو انت حضرتك بتستشهد ببلاد استثمرت في العقارات هويتهم روحت. ما بتبقاش عارف ابن البلد من اللي جيش مبدئيا يعني. وانتوا المفروض تعملوا استفتاء على ان الشعب يوافق ولا لا. اصل هي مش عزبة ومش سبيل لكل اللي يدفع يشتري. ما بلاش قرف بقى، اقسم بالله قرفنا، والله العظيم قرفنا. وصل صوتك.